سبحانه هو الغني، هو غني الغنى المطلق، لا محتاج زوجة ولا ولد ولا أرض ولا سماء ولا عرش ولا كرسي ولا بشر ولا مخلوقين ولا واحد مخبول من المخابيل قاعد يتكلم ويخبط ويلخبط ان بيتكلم عن عدل ربنا، ويتكلم عن ازاي المسلمين لوحدهم يدخلوا الجنة، ويقول تمثيلية وما تمثيلية. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ طب انت دلوقتي الكلام ده لو انت مش عاجبك وده معتقدك ما تخليه نفسك. ليه تأذينا في ربنا احنا؟ ليه انت تشتم ربنا؟ اذا كان ربنا مش عاجبك انت حر، خليه نفسك. انت مش حر، انت عبد وهيحاسبك. لكن ربنا نحن نغار عليه اكثر من انفسنا وامهاتنا وابائنا. ان يشتم الله او ان يستهزأ بالله، يقول لا ده انا بس مش قصدي، ده انا بقول على المسلمين مش بقول على ربنا. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. ربنا سبحانه وتعالى قال للصحابة، صلوا وصاموا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله وهم في الجهاد قالوا كلمة بيهزروا، تهريج، مزاح. فربنا قال لهم ولئن سألتهم ليقولن، الآيات من 63 ل 65 في سورة التوبة، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ربنا قال للصحابة كده، قد كفر، اللي هم قالوا كده اللي استهزئوا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالشاهد ان لا يسمح لأحد انه يطلق الكلام ده وينشره ويرميه على الناس في ان تستهزئ بربي، بعدل ربي وبحكم ربي وبقدر ربي. لا يسمح ولا يؤذن. الشاهد ان ربنا جل جلاله غني لا يحتاج الى احد. ولما يعني احنا اذا اردنا ان احنا، وده مش وارد عن ان احنا نناقش المسألة دي كده ونرد عليها، لكن في حتة انه يقول ايه ان واحد امن بالله، او مش بيقول امن بالله، عبد ربنا من وجهة نظر بالطريقة التي يراها. هي لعبة. هو انت فكر ربنا ده يعني المدير اللي انت شغال عنده بتاع الجريدة ولا بتاع القناة ولا بتاع الله؟ يا ابني الله، انت ما تعرفش ربنا الخالق الذي خلق الكون كله؟ لما يقول لك اعبدني جل جلاله، يقول لك اعبدني بالطريقة الفلانية، ما تقولوش ليه الطريقة الفلانية، اعبدني بالطريقة، انت عبدي ليس لك الا السمع والطاعة. للاسف هو ده اللي انا بقوله بقى، انه فكر نفسه بقى اله، بيكلم ربنا اله لاله كده. هو ده الغلط، او هو ده الخطر، هو ده الخطر. هي دي مش كفر بس، ده زندقة. فالله جل جلاله غني يرزق من يشاء بغير حساب. الملك ملكه والكون خلقه والخلق عبيده، ويعطي ويمنع ويرفع ويضع ويهدي ويضل. سبحان الملك يرزق من يشاء بغير حساب. اخوتي تعالوا الى فضل بناء المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع. مفحص يعني عارفين